السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفه رائعه، مافن كيك او كيكات على شكل فرديين رائعين معلكين، والاهم في هذا انهم بدون بيض بدون زبده. كنتمنى ان شاء الله تكملوا معايا الفيديو وندوزوا المقادير وطريقه التحضير على بركه الله. هنايا كيف ما كتشوفوا دايره قبيصه ديال الملحه في هذا المول هذا اللي غنخدم فيه. زدت عليه كاس ديال السكر حبيبات او سكر سنيده. غادي نضيف ليه 3 ديال الكيسان ديال الدقيق اللي ضروري خاصنا نخلوهم مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. بعبار كاس ديال العنبه كيف ما شفتوا درت 3 ديال الكيسان ديال الدقيق. غادي نضيف هنايا كاس مع مرش من الكاكاو اللي خلطته بنسكويك. تقدروا ديروه فقط الكاكاو بوحدو، الا بغيتو تخلطوه بنسكويك كيف ما درت انا راه كيجي زوين، ولا بغيتو كذلك ديروا غير الكاكاو بوحدو فلكم الاختيار. هنايا غادي نضيف خميره ديال الحلوى من وزن 15 غرام. غادي نخلط النواشف كلهم مع بعضياتهم كيف ما قلت لكم. هاد لي مافن هادو راه ما فيهمش نهائيا البيض، ما فيهمش الزبده، كيجيو معلكين، كيجيو مشقين من الفوق، كيجيو رائعين كيف ما شفتوا في اول الفيديو. غادي نضيف هنايا واحد ساشي ديال السكر ديال الفاني، او تقدروا تضيفوا الفاني سائله، كتعطي حتى هي كذلك واحد المذاق اللي هو زوين. غادي ندمجوهم مع بعضياتهم. هاد النواشف كاملين اللي خلطناهم نخلطوهم مزيان حتى يندمجوا لينا على هاد الشكل هذا بلا ضراب كهربائي، كنستعملوا فقط غير اليدوي. وهنايا في السوائل غادي نحتاج كاس عامر ديال الزيت النباتيه، كاس ديال الحليب بدرجه حراره المطبخ، وعندي السر الخطير ديال هاد المافن هادو اللي كيخليهم يجيو رائعين، ولهذا كنستغناو على البيض وكنستغناو على الزبده. جوج ديال الياغورت طبيعي بدون سكر كيعطي واحد التعليكه وواحد المذاق، وكذلك كيجيو لي مافن خفاف بزاف، كيعطيهم صراحه واحد الطراوه خطيره. كيف ما كتعرفوا دائما ان دانون او ياغورت طبيعي كيعطي دائما طراوه العجينه ديالنا وكيخليها تجي خفيفه بزاف. غادي ندمجهم مع بعضياتهم مزيان مزيان حتى يندمجوا ليا كيف ما كتشوفوا في الفيديو. فانا كنخلط حتى يتخلط لي مزيان الزيت مع دانون ومع الحليب. هنا من بعد ما خلطتهم مزيان فغادي نضيف هنا حبيبات ديال الشوكولات. استعملت هادو ديال ميركادونا، الكميه اختياريه كتبقى لكم، تقدروا تكثروا تقدروا ديروا فقط غير القليل كيف ما بغيتوا، لاننا من بعد غادي نزيدوا نستعملوا ان شاء الله الشوكولات. فكيجيو هاد المافن مسقيين بالشوكولات، ساقيين راسهم من راسهم، معلكين رائعين. كنأكد عليها وكنعاود نقولها. غادي نخلطهم على هاد الشكل هذا حتى يندمجوا ليا مع بعضياتهم مزيان ونتحصل على القوام اللي انا محتاجاه. فانا هنا كنخلط غير بشويه فقط، انا مزربه الفيديو حتى كيتجمعوا لينا مع بعضياتهم وكنتحصلوا على القوام اللي بغيناه. هنايا غادي نضيف واحد 4 كاس ديال الحليب، فقط غير 4 كاس باش نتحصل على القوام اللي انا محتاجاه. هنايا جاوني بحال شويه ثقال بزاف، فهذا كيبقى دائما الدقيق اللي نتوما استعملتوه. تقدروا تضيفوا هاد النص هاد الربيع ديال الحليب او تقدروا ما تزيدوهش نهائيا حتى كنتحصلوا فالقوام راه باين في الفيديو مزيان. خاص نحصلوا على هذا القوام هذا، ما كيكونوش خفاف بزاف وما كيكونوش كذلك ثقال بزاف، فالقوام راه باين لكم في الفيديو مزيان. وهنايا غادي نضيف اللي كيعطيهم مذاق اللي هو رائع، فهو هاد الشوكولات صراحه كيعطيهم واحد المذاق اللي هو زوين، وحيت منين كيطيبوا كيدوب في الداخل ديالهم وكيعطيهم واحد الطراوه خطيره. هنايا غادي نضيف كيف ما شفتوا معايا 200 غرام كلها قطعتها على هذا الشكل هذا. ضفت النصف ديالها في الخليط وغادي نخلط مزيان. فانا كيف ما كتشوفوا خليت طريفات اللي هما غلاظ باش ملي كيطيبوا وكيكون دايب في وسط منهم، من بعد ما كيبردوا كيبقاو دوك طريفات مفروزين كيجيو رائعين كيف ما غادي يبان لكم ان شاء الله في اخر الفيديو. غادي نحل معكم ان شاء الله وحده وغادي تشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل. هنايا خديت هاد ليمون ديال المافن، غادي نوضع فيهم الكميه اللي انا محتاجه على هاد الشكل هذا. غنحاولوا اننا نعمروهم ماشي فقط النصف، كنفوتوا النصف واحد شويه، ما تخافوش انهم يفيضوا، ما كيفيضوش نهائيا. راكم شفتوا معايا كيجيو طالعين كيجيو رائعين. وإلا بغيتوهم يجيو طالعين اكثر فتقدروا تزيدوا تعمروهم شويه اكثر، كيجيو طالعين بزاف. انا فقط عجبني يجيو على هاد الشكل هذا، فانا اكتفيت انني نعمر فوق النصف واحد شويه.
هنا من بعد ما عمرتهم كاملين غادي ندوز باش نزين بهاد الطريفات ديال الشكلاط اللي انا قطعتهم، يعني ماشي رقاق بزاف، فهم على شكل مربعات، وغادي نزين بهم من الفوق، وغادي ندخلهم للفران كياخذوا منا واحد المده ديال نصف ساعه حتى ل 45 دقيقه. الفران من الاحسن انه يكون سخون واحد شويه، ما تسخنوش الفران بزاف، فقط واحد شويه باش هكا كيتفقعوا وكيجيو مشققين من الفوق ومعلكين كذلك من الداخل. كما كتشوفوا فكميه تبارك الله ما شاء الله كيعطي كميه اللي هي كبيره، 11 قطعه كيف ما كتشوفوا معايا، واللي هما كبار ماشي قطع اللي هما صغار. غادي نزينهم كاملين وندخلهم الفران ونتلاقاو من بعد باش نشوفوا الشكل النهائي. وهذا هو الشكل ديال المافن ديالنا، فهنا راه باقيين سخونين كيف ما كتشوفوا. يلا خرجتهم كيبانوا لكم باللي الشوكولات باقي دايب، وهكا كيبقى صراحه هذا الشوكولات هذا، وكيبقاو معكم المده ديال 4 ايام حتى ل 5 ايام، ما كيضيعوش، ماشي زعما غادي يبسوا اولا كيبقاو ساقين راسهم من راسهم، لان فيهم الشوكولات من الداخل، والشوكولات من نوعيه جيده، كيبقاو زوينين بزاف وكيعطيهم واحد المذاق اللي هو رائع بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوهم وراه غادي ينالوا اعجابكم، وكذلك اكثريه وليداتكم راه غادي يحماقوا عليهم بزاف. انا صراحه وليداتي عجبوهم بزاف بزاف، خصوصا وانهم كلهم شوكولات، فلهذا كيعجبوا الوليدات وكيعجبونا حتى حنا. مع كاس ديال القهوه كيجيو ولا اروع. كما كتشوفوا كيجيو طالعين بزاف. فاش كنهبطوهم الفران من التحت حاولوا انكم ما تخليوهمش من التحت بزاف باش هكا ما يتحرقش لكم داك الشوكولات، فقط واحد المده ديال 5 دقائق من التحت بركه فهي كافيه. هنايا حليت معكم وحده باش تشوفوا شحال كتجي طالعه، كيجيو خفاف وخاويين من الداخل كيف ما كتشوفوا، واخدين حقهم في الطياب. خليوهم يطيبوا، ما تخرجوهمش وهما باقيين ما واخدينش حقهم في الطياب. الا خرجتوهم وهما ما طايبينش مزيان فراه غادي تعجنوا معاكم وما غاديش يكونوا مزيانين، بحالهم بحال الكيك تماما. غادي نحل معكم وحده باش تشوفوا الداخل كيفاش كيكون، وشوفوا شحال كيجيو خفاف، واللون ديالهم وداك الشوكولات اللي كيكون من الداخل فهو ملي كيذوب كيسقيهم. شوفوا شحال كيجيو خفاف. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم هذا الفيديو هذا. ما تبخلوش عليا من لي لايك والبارطاج للقناه، ونقول لكم مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.